يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا النهارده يوم من ايام الشغل عندنا في الشقه في البيت عندنا يعني. الحمد لله النقاشه قربت تخلص ولسه في حاجات بسيطه خالص. تعالوا نشوف عملنا فطار ايه. كان عندي بطيخ خرطته وكمان خيار وعملت كمان بدنجان، بابا غنوج يعني، وبطاطس وبيض وطعميه، وعسل ومربى وحلاوه وفول. بصوا بقى اللي موجود في البيت جهزته يعني على السفره، وجهزت لهم الفطار وخلاص فطروا وراحوا يشوفوا شغلهم. وتعالوا بقى نشوف الحيطه بتاعتنا اللي هي عاملينها معجونه بارزه. ده اللون بتاع اللي هو كان لونه اوف وايت كده اللي تحت ده. فجوزي عمل له خلطه الوان كده يعني على بعضها درجات بني، فبيعملها بالوان الجليز تقريبا او مش عارفه، هو مش فاهمه حاجه في الدهان يعني، بس هو ايه، لسه هيطبعها مش هتفضل زي ما هي كده. شايفين نور النهار مخليها تحس ان هي ايه لونها افتح من كده، بس هي يعني غامقه شويه. هو لسه هيفتحها، كل ما هيمسك القماشه كده ويضغط عليها تفتحي معاكي اكتر واكتر. هي مش هتبان دلوقتي، وباينه الوقت ان هي لطش لطش كده، هيعمل مربع. وهوريه لكم كمان. شايفين اللون من الارض اللي هو البيج ده؟ ده اللون البيج الاساسي اللي كنا مختارينه للحيطان، كان المفروض افتح من كده لانها غماء. شوفوا بقى يعمل ايه، قماشه كده بيعملها بشكل عشوائي عشان ما تبقاش مظبوطه، ويقعد يلطش بيها اهي عشان يبقى شكل الحيطة عامل زي اللون الصحراوي كده. عارفين الصحراء كده لما يبقى فيها رملة في جنب تقيل وجنب خفيف؟ اهو. هقرب لكم من اللون اكتر، وكمان لسه هفتحها كمان درجة عن الدرجات دي. شايفين الجمال ما شاء الله؟ لسه هتفتحي كمان عن كده، لسه هنمسحها بقماشة تانية نفتحها كمان. ودي يا نوجة. بس اهم حاجة حافظ بقى ايه اللي هيعمل الحاجة دي بيبقى ياخد باله قوي، علشان البيبان مش شطبة يعني، خلاص الرق البيضة اتحطت عليها، ما عادش ينفع يتحط عليها درجات بني ولا اي لون. اوعوا تنسوني في اللايك. انا بنشر كتير قوي على القناه الصغيره دلوقتي، علشان حسيت ان هي يعني الريتش بتاعها نزل وما عادش حد بيسمعها كتير، قلت انشر عليها الفتره دي علشان تعلى شويه. شوفوا عامله ازاي، بقت عامله زي الصحراء كده اهو، اجزاء عاليه واجزاء واطيه ولون غامق في فاتح، ولسه هتفتحها عن كده كمان. شوفوا بقى عمل الجنب ده وبيكمل في المربع اللي فوق ده، بيعمل مربع بمربع. ليه؟ بيحاول يلطشه بالقماشه قبل ما ينشف، فبيعمل مربع بمربع وبيساوي اللون فيه لغايه اما نخلص الحيطه كلها. هوريها لكم دلوقتي. في اليوم ده انا قلت اعمل لهم شويه معمر كده، لان كان حد من الصنايعيه تعبان، فقلت بلاش اعمل شوربه ولا حاجات من اللي هي التقيله قوي، قلت اعمل معمر ناشف يعني. غليت اللبن على النار، انا عندي حله تانية فيها لبن، اللبن ده كان عندي في التلاجة، عمرو بيقول لكم لاي. حطيت بس على الرز، انا نقعاه وصفيته، نقعاه في ميه وصفيته. حطيت شويه ملح وشويه سكر مش اكتر من كده. سلقت بطاطس وبيض وهحمرهم دلوقتي حالا. الفرن معليه على اعلى درجه حراره، ومنزله الشبكه تحت خالص، ومشغله النار من تحت مش من فوق. خلي بالكم من الحاجات دي قوي. هنزل اللبن عليه المره دي، ومش هحط سمنه بلدي خالص، ومعايا عندي طبق قشطه كده هحطه مع اللبن. ليه مش هحط سمنه بلدي خالص؟ لان بحط السمنه بحس ان هي بتقل وش المعمر انه يطلع، فانا عايزه وشه يطلع وبعدين ابقى ايه، اقدح عليه بالسمن البلدي. وهوريكم ازاي بالظبط. شوفوا اللبن خلاص قرب يغلي. بمسك الايد لقيتها سخنه قوي، فقلت اعمل ايه اهو. انا طبعا هشغل النار على الرز عشان عايزاه يغلي على البوتاجاز واحطه في الفرن على طول، يعني مش هعمله إيه ان هو كده على طول على وضعه واحطه في الفرن، لا. انا هغليه عشان يغلي على طول، مسافه ما يتحط في الفرن يغلي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل نص اللبن هنا والنص التاني في الصينيه التانية. انا عامله صينيتين، صينيه لينا وصينيه للعمال اهي. شايفين وش اللبن ما شاء الله زي العسل، لسه هجيب وش لبن كمان. طبعا كمية اللبن دي قليلة جدا، لان احنا بنعقد للمعمر مرة ونص مية. اكنك بتحطي مية بتعيد الرز مرة وحطي كمان نص، لان اللبن بيبقى عايز يبقى زيادة شوية عن المية. شوفوا اهو، عايزة مية او لبن زي ما انتوا عايزين. لو عندكم مرقة ممكن تحطي مثلا مغرفتين مرقة. هجيب بقى حلة اللبن التانية افضي منها. ليه؟ لان اللبن ده قليل خالص مش هينفع خالص. واحط كمان القشطة. شوف انا بس بشوف معياره قد ايه. المعلقه اللي معايا دي معلقه صغيره من اللي هي صغيره بتاعه النسكافيه والحاجات دي، بس ايدها كبيره. بشوف كل واحد فيهم محتاج قد ايه. انا مشغله النار عليهم دلوقتي عشان هيغلوا. وتعالوا نكمل اللبن عليهم والقشطه عشان نحطهم في الفرن وناكل احلى معمر. في الفرن انا مشغلتش النار من فوق خالص. لو عندك مروحه شغليها، ما عندكيش مروحه في اخر 5 دقايق حمر به الوش، بس هو الوش كده كده بيحمر على فكره. كده خلاص اللبن تمام التمام. هننزل القشطه بقى اللي هي اخر حاجه. شوفوا انا بعاير اهو
عايزه كميه اللبن عاليه. يعني بنتي بتقول لي يا ماما اللبن كتير قوي يا ماما هيفور في البوتاجاز. قلت لها بس اصبري بس كده، هو كده معياره المظبوط. طبعا هي مش هتبقى عارفه زي الواحد ما يعني عمل الحاجه دي مليون مره كتير يعني. شوفوا دي قشطه بقى كنا شايلينها من على وش اللبن اهي، كانت في التلاجة، هقسمها نصين. القشطه دي هتديله دسامه وهتديله طعم غني وحلو قوي. دي قشطه بلدي مش قشطه شارياها. هلم بقى القشطه دي اهي، افردها على الوش وعلى طول على الفرن ساعه ما هتغلي. يعني يا دوبك الاقيها غلت وشكشكت كده اقوم راح احطها في الفرن على طول، عشان تغلي على طول في الفرن السخن، تغلي معاكي على طول. انا حطيتهم اهو، هوريهم لكم مراحلهم برضو. وبعدها بشويه هتلاقيهم بيغلوا وبدأ الوش ياخد لون خفيف خالص هادي. كل ده انا مشغله المروحه ومشغله النار من تحت بس. وحمرت بقى ايه البطاطس، هبدأ احمر في البطاطس على ما ايه ما المعمر يستوي يكون حمرت بطاطسي وبدنجاني وجهزت حاجتي. انا اسفه على منظر البوتاجاز لان طبعا مش هغسله غسيل حلو قوي قوي، يعني انا بغسله كل يوم بس غسيل عادي يعني، بشيل الحاجات اللي عليه خفيفه كده. انما الغسيل بقى هغسله واغسل الحيطان اللي وراه كله بعد ما نخلص. فاليومين دول فيهم هرس، ربنا ييسر الامر ان شاء الله من قبل ومن بعد ونخلص شغل بقى ان شاء الله هانت يعني كلها ان شاء الله ممكن يكون اسبوع وخلاص. هخلص تحمير البطاطس وبعد البطاطس هحمر البدنجان والبيض والفلفل. انا حمرت كام قرن فلفل كده بس. وانا بحمر كده هغطي ليه علشان الطرطشه اللي بتبقى تيجي من البطاطس ما تغرقش البوتاجاز معايا كده. خلاص تمام، اغطي عليها واسيبها بقى ايه تاخد لون. وهوريكم كمان بقى ايه اللي في الفرن. ما شاء الله المعمر الدور ده كان غير ما شاء الله، عسل عسل عسل. حركة ان انت تقدحي عليه بالسمنة البلدي دي بتخلي وش اللبن ما شاء الله زي السكر، كل ما يغلي يعمل معاكي فوم عالي كده ويحمر. شايفين اهو، شايفين الجمال والطعامة ما شاء الله عسل. تعالوا بقى اوريكم الحيطة وجمالها. شايفين ادى لونها اهي بعد ما خلصت، حلوة قوي ما شاء الله، جميلة جدا. بنتي بردت باين شايفين شكل المعمر اهو طلع من الفرن ما شاء الله. هحط بقى ايه السمنه البلدي بس سيحتها مش قدحتها، سيحتها. هطفي البوتاجاز وبالمعلقه كده او بسكينه افتح فتحات عشان السمنه تخش بقى إيه في الرز. انا عامله بسمنه بلدي ليه؟ عشان تحس ان طعم المعمر طعم زمان. عارفين طعم زمان بتاع المعمر ده اهو، بتشرب على طول. يعني هي بصوا مسافه ما تحطيها الرز بيشربها على طول، لان طبعا احنا ما حطيناش سمنه ولا مواد دهنيه غير القشطه. وفي ناس بتكتفي بالقشطه بس علشان تبقوا عارفين كده. تمام، يعني انا بحط لكم الصوت الصبح وراح اجهز الفطار للعمال ان شاء الله. النهارده السبت اهو، كانوا امبارح اجازه وانا كنت امبارح عند والدتي وصورت لكم معاها الفطير بيتعمل ازاي بس في المراحل الوسطانيه ما صورتش من اول المراحل يعني، لان طبعا ما لحقتش اروح في اول المراحل. دي اول صينيه، هجيب الصينيه التانية من الفرن اهي. و هعمل ايه بقى؟ هقدح عليها برضو. احسن حاجه في المعمر ان انت تاكليه وهو سخن، لو برد بقى خلاص طعمه راح. على فكره هقدح عليهم واحطهم في الفرن، الفرن شغال، احطهم كمان حوالي تلت ساعه ولا ربع ساعه علشان ياخد ويغلي ودي مع بعضه كده في السمنه. وبعدين هطفي الفرن واغطيهم واسيبهم في الفرن يفضلوا دافيين لساعه الغدا. ده شكل المعمر، شايفين الجمال والطعام ما شاء الله عسل فاخر من الاخر يعني، مفيش احلى من كده. تعالوا بقى نكمل تحمير. المعمر ده من احلى الاكلات اللي ولادي بيحبوها، يعني يمكن احلى من الكباب والكفته كمان، لان طعمه بيبقى حلو قوي. وما شاء الله في اليوم ده الواحد بياكل يعني، عشان بيبقى فيه بدنجان وفيه بطاطس وفيه حاجات من دي وفيه سلطه، وما شاء الله بالهنا والشفا، يعني الاكل بيبقى طعمه حلو. اوعوا تنسونا في اللايكات الكتير كتير كتير علشان خاطر القناه تترفع ان شاء الله. البطاطس بدات تحمر اهي، كل شويه بطل عليها. حلو قوي الغطا بتاع البطاطس ده علشان خاطر ما تبوظش الدنيا. حمرت بدنجان وطلعنا مخلل وسلطه، وادي سفرتنا النهارده وبيض والمعمر، والف هنا وشفا. والخضار طبعا جاهز اهو جنبي، وبألف هنا وشفا. ده كانت سفرتنا في اليوم اللي هو يوم الخميس. اتمنى بس حلقتي تعجبكم وما تحرمونيش من اللايكات الكتير بالله عليكم، والى اللقاء. شايفين ما شاء الله المعمر يفتح النفس. وكمان البدنجان والفلفل حمرتهم وعملنا لهم دقه طازه كده علشان طعمها يبقى حلو. والسلطه كل واحد ليه طبقه بتاع السلطه وبألف هنا وشفا، والبيض والبطاطس وبالهنا والشفا.
طبعا صينيه المعمر التانية دي برضو طلعتها من الفرن اهي، قلت اوريها لكم. ما شاء الله زي السكر. والف هنا وشفا ليكم يا رب، واتمنى تجربوا الطريقه، طريقه حلوه قوي، وبطلوا تحطوا السمنه قبل، حطوها بعد، هتفرق معاكم جدا كمان في اللون وفي كل حاجه وفي الطعم وفي